اهلا بيكم ابطال الثانويه العامه. مبدئيا كده الفتره دي انت معذور، انا عارف وكنت مكانك وما اقدرش ما اقولكش ما تبقاش خايف ومضغوط. جايب لك في الفيديو ده الحاجات اللي هتطمنك والحاجات اللي هتخليك داخل الامتحان على الاقل عامل اللي عليك وانت بقى مش قلقان. مبدئيا كده اول حاجه هتخليك مش قلقان وداخل الامتحان مطمن هو مجهودك اللي انت عملته. القلق ده ناتج من حاجتين، اول حاجه عدم ثقتك بنفسك، انك مش هتقدر توصل لحلمك بالمجهود اللي انت عملته، وهتعرف تقلل الخوف ده والضغط ده بالمجهود اللي انت هتعمله اكتر في الفتره اللي جايه. يعني كل ما تذاكر اكتر صدقني كل ما ثقتك بنفسك هتزيد معاك مع الوقت. دي اول نقطه. تاني نقطه، عندك خوف كده من المقارنات والمجتمع، لو انت ما حققتش حلمك هيبص لك ازاي. اهلك اللي في البيت دول اللي عاملين مجهود جبار جدا معاك، صرفوا عليك كتير قوي في فتره تعليمك كلها، لو انت ما حققتش حلمك هتخذلهم ونظرتهم ليك هتبقى عامله ازاي. فدي تاني حاجه مقلقاك. تالت حاجه، انت مع نفسك كده هتشوف نفسك بعد كده، انت لو ما حققتش حلمك وحلمك بالنسبه لك دلوقتي هو طب او هندسه، لو انت ما حققتوش هتشوف نفسك بعد كده شخص فاشل، مش هتقدر مثلا، مش هتبقى ناجح، مش هتعرف تتجوز، مش هتعرف تعمل حاجات كتير قوي. انت تفتكر مثلا اللي بيدخل طب او هندسه الحياه خلاص بتبقى وردي عندهم، بيعملوا كل اللي هم عاوزينه. فدي دول 3 اسباب انت دلوقتي شايفهم انهم مقلقينك ومخوفينك، حتى لو انت بتذاكر وحتى لو انت شاطر جدا وحتى لو انت فعلا هتدخل طب وهندسه، بس انت ستيل في الفتره دي خايف وقلقان من المستقبل. انا دلوقتي جاي اقول لك على شويه حاجات هيقللوا الخوف ده عندك. اول حاجه، لازم يبقى عندك يقين 100% في ربنا. يا جماعه القدر مكتوب من اول سيدنا ادم عليه السلام ما اتخلق، يعني ربنا كتب كل الاقدار وكتب انت هتبقى ايه. اوعى تفتكر ان ظرف حصل لك مثلا خلاك ما تذاكرش شويه تعب تعبتهم دول، مثلا لو انت كنت هتدخل طب فخلوك مثلا تدخل كليه مش من كليات القمه. لا، مسيرتك في الحياه مكتوب انت هتبقى ايه، مكتوب انت هتتجوز مين، وربنا مختار لك الخير. الفرق انك تبقى راضي بده، الفرق انك تقول الحمد لله على كل حاجه. انت ممكن فعلا تكون مسيرتك في ثانويه عامه ما تدلش انك هتوصل لحاجه عاليه بالنسبه للناس اللي حواليك شايفينك، بس ربنا شايف لك حاجه تانية، ربنا ممكن يكون كاتب لك الخير. فانا عايزك تعمل اللي عليك وتقول الحمد لله وتسيب بقى على ربنا. تاني حاجه، المقارنات يا جماعه دي فتره هي فتره ممكن فعلا حاجه هتضايقك شويه ساعه النتيجه، وقت النتيجه مثلا، وقت ما النتيجه تطلع هيقول لك مثلا شوف كذا شوف كذا شوف كذا، بس صدقني هي فترات محدوده والناس بتنسى. يعني فترات يا عم، او اول سنه اولى جامعه، حتى لو انت مثلا حد قريبك داخل كليه مثلا من كليات القمه وانت لا قدر الله يعني ربنا كتب لك الخير في طريق تاني، عشان دايما ربنا بيكتب الخير. اوعى تفتكر انك لو دخلت مثلا كليه مش طب وهندسه فانت كده خلاص مش هتبقى ناجح ومستقبلك ضاع وكده. لا، ده ربنا يبقى كاتب لك الخير في التراك اللي انت دخلته جديد ده. انت بعد اول سنه، حتى الاهل نفسهم اللي هيقارنوا بينكم بعد اول سنه جامعيه هينسوا اصلا ان ده كان معاك في ثانويه عامه. انت هتشوف طريقك وهو هيشوف طريقه، وانت هتعرف بقى ان النجاح بتاعك في الطريق اللي ربنا اختاره لك، وهو الخير بتاعه في الطريق اللي ربنا اختاره له. ثالث حاجه، ضغط والخوف من الامتحان. قلت لك ده هتقلله من المذاكره. ده كل ما تذاكر اكتر وتحل امتحانات اكتر وتجيب درجات عاليه في الامتحانات ودرجتك تتحسن، الخوف بتاعك من الامتحان النهائي وانك مش هتحل كويس هيقل. امال طول ما انت بعيد عن الامتحانات، طول ما انت كل ما تقرب للمذاكره تلاقي درجاتك وحشه فما تحسنش من نفسك فتخاف اكتر، فهتخاف اكتر من الامتحان. مش عايزك تخاف وعايزك ما تضغطش نفسك قوي، علشان كل ما تضغط نفسك قوي ده غلط على صحتك، ده غلط على ضغطك برضو النفسي، هتبقى متوتر كتير. فعايزك تهدى. بما ان النهارده اخر ليله في ليالي رمضان، ان شاء الله احنا تقريبا على ابواب العيد يعني كل سنه وانتم طيبين، بس اكيد الفيديو هينزل لكم بعد العيد، فهسيب لكم فيديو كنت بقول فيه شويه حاجات هتساعدك اكتر على التركيز في المذاكره في الفتره دي. اسمع الحاجات دي وامشي عليها، ان شاء الله هتطلع باحسن استفاده في الفتره الجايه لو انت مشيت على النصايح دي. فهسيب لك الفيديو، فخليكم مع الفيديو. مبدئيا كده انا عايز اقول لك انك لو ذاكرت ساعه واحده بتركيز افضل من 4 ساعات او مذاكره يوم كامل من غير تركيز. ممكن تقعد على كتاب وانت متشتت وفي دماغك فيه افكار كتير وسرحان بس انت مش مركز، هتخلص اليوم ده المذاكره دي كلها تحطها في الزباله في الاخر. فهقول لك على بعض الحاجات كده او شويه تيبس هتساعدك وانت بتذاكر او انت بتراجع. اول حاجه، لازم تبعد عن المشتتات. كل واحد ليه المشتتات بتاعته. انا كانت المشتتات بالنسبه لي ممكن بالنسبه لبعض الطلبه، اول حاجه الموبايل. لازم المكتب بتاعك ما يبقاش عليه الموبايل، تقريبا الاوضه اللي انت فيها ما يبقاش فيها الموبايل، قدامك بس الملخص او الكتاب اللي انت بتراجع منه والسكتش اللي انت بتحل فيه، بس ده اللي عايزه على المكتب بتاعك والقلم بتاعك. تاني حاجه، ما تذاكرش في الاوضه اللي فيها السرير، علشان تقريبا انت هتحس مثلا، هنفترض مثلا انك بتذاكر بطريقه البرومودو 25 دقيقه او 45 دقيقه، فانت بعد ال 45 دقيقه هتقول لا ده انا هريح جسمي شويه لو على السرير. تقريبا ال 15 دقيقه الراحه ممكن يبقوا مثلا ساعه ونص او ساعتين، ده لو ما نمتش يعني.
فعايزك تبعد عن السرير، تبعد عن الموبايل. تالت حاجه ما تقعدش مثلا جنب تجمعات او دوشه، يعني مثلا بابا وماما بيتكلموا بره مثلا وانت قاعد هتبقى ودنك معاهم، ممكن اي موضوع يشدك تطلع تتكلم معاهم، حتى لو مش هتطلع تتكلم معاهم ففي دوشه جنبك مش هتعرف تركز. فحاول تبعد بقدر الامكان وتوفر لنفسك الجو الهادي تماما انك تعرف تبقى مركز تماما، علشان زي ما قلت لك التركيز هو اللي هيفكرك بالمعلومات دي بعد كده، فلازم تركز. الحاجه المهمه جدا برضو بقدر الامكان، حاجه ده هتساعدك او هتفرق معاك، انك تحاول في اليوم بتاعك تقلل عدد المواد اللي انت بتذاكرها، في نفس الوقت تزود عدد الكميه اللي انت بتذاكرها. ولنفترض انك عندك 7 مواد، فانت النهارده لو ذاكرت كيمياء وفيزياء وعربي ورياضه وانجليزي وفرنش كمان، انت كده انت هتشوف نفسك تنين. بس انت لو جيت في اخر اليوم هتلاقي نفسك ممكن تذاكر صفحه من كل ماده، فانت كده في الاخر ما انجزتش في ماده معينه. على عكس بقى انت مثلا لو مسكت الفيزياء والكيمياء وكمان ماده بالكتير، بس قعدت مثلا على كل ماده 5 ساعات او 4 ساعات مثلا، هتنجز في كل ماده كميه محترمه جدا جدا جدا، وهتحس بعد فتره كده بعد يومين 3 انك انجزت في كل المواد. على عكس لو مشيت بالتكنيك التاني 3 4 مواد، هتحس انك في كل ماده خدت كميه صغيره. فالحاجه المهمه قوي انك تمشي عدد مواد قليل بكميات كبيره منها، فده حاجه هتساعدك انك تنجز اكتر. الحاجه المهمه برضو جدا انك طبعا انا عايز من الساعه 9 للساعه 4 دول تقريبا هيبقوا الجوهره بتاعه اليوم، جوهره المذاكره بتاعه اليوم. عايزك تحط في الوقت ده اصعب حاجه عندك في اليوم، حط لو في ماده متراكمه عليك تلمها في الوقت ده، لو في ماده زي الفيزياء او الكيمياء عايزه تفكير مثلا تقدر تلمها في الوقت ده. الوقت ده مش عايزك تسمع فيديوز فيها او تسمع محاضرات، لا انا عايزك تشغل مخ بكل حاجه كده في المواد الصعبه في الوقت ده، عشان دول هيبقوا احسن ساعات تركيزك كامل فيهم. حاجات برضو هتساعدك على التركيز، انك لازم تشرب قهوه. انا مثلا كنت بشرب قهوه او بشرب شاي، حاجات هتساعدني على التركيز، عشان مع الوقت انت برضو الانسان مهما كان هو عنده كميه طاقه، والطاقه دي بتقل مع الوقت، فانت لازم تحافظ على الطاقه اللي عندك دي، انك تزودها. مثلا تشرب قهوه، ممكن تاكل تفاحه، تشرب شاي، حاجه كده هتساعدك على التركيز كل شويه. والقهوه فيها كافيين، انا انصح بيها في الفتره دي، انصح بيها حتى انت لو ما بتحبهاش هتساعدك على التركيز. الحاجه المهمه جدا انك لازم يبقى جنبك على المكتب بتاعك او المكان اللي انت بتذاكر فيه نوت بوك كده. النوت بوك دي هتبقى كاتب فيها لها استخدامين. اول استخدام انك هتبقى كاتب فيها التاسكس اللي انت تعملها في اليوم، علشان اخر اليوم لازم تيجي تشوف كده انت عملت ايه النهارده، وتبقى صاحب وتكتب قبل ما تنام الحاجات اللي انت تعملها بكره، علشان تبقى ما تبقاش صاحي من النوم تايه. طبعا انت تبقى صاحي 4 الفجر على ما تفتكر كده وتجمع انت ايه اللي بايظ معاك وهتذاكره، ممكن توصل للساعه 6 الصبح. فانا عايزك الساعه اللي قبل النوم هتكتب فيها الحاجات اللي انت هتذاكرها بكره في نوت بوك كده، وتصحى تاني يوم قدامك بقى الحاجات على طول، هتبدا بقى في الحاجات الصعبه هتكتب فيها برده انت هتعمل ايه الاول وكده. جنبك النوت بوك دي هتكتب فيها كل التاسكس اللي عندك في اليوم وكل التاسكس اللي انت هتعملها. المهمه الثانيه ليها ان اي فكره هتجيلك، طبعا ما فيش حد ما بيسرحش، انت هتجيلك افكار عشوائيه كده وانت بتعمل. ممكن الفكره تجيلك مثلا انك عايز تعمل اي حاجه مع اي حاجه هبله، طبعا الافكار اللي بتيجي دي كلها بتبقى هبله وتافهه، وانت لو مشيت وراها هتضيع. فممكن تكتب بقى في الوقت ده اي فكره هبله انت هتعملها، هتكتبها مثلا في النوت بوك دي انك هتعملها، صدقني اول ما تكتبها هتطير من دماغك. فلازم تكتب الافكار اللي بتجيلك. ختاما الفتره اللي جايه عايزك تعمل اللي عليك بس، وسيب الباقي على ربنا. حرفيا يا جماعه انتوا المشكله بتاعتكم كلها كده هي ضغط وخوف من كل الناس اللي كلمتني. يعني تقريبا بيبقى اكتر من حد داخل لي في نيته التاجيل، في نيته المضايع، في نيته كل حاجه وحشه، وبيحكي لي كل الظروف اللي حصلت له. فبقعد بس اقول له كلمتين، ربنا مقدر لك الخير بتاعك، وعمر ما في حاجه هتضيع لك مستقبلك. يعني ربنا عز وجل قال في الحديث القدسي حاجه فيما معناه، عشان مش حافظ نص الحديث، ان الدنيا لو اجتمعت انهم يضروك بحاجه، الناس دي كلها ولو اجتمعوا كلهم عشان يضروك مش هيعرفوا يضروك غير بحاجه ربنا كاتب لك انها هتحصل لك. ربنا اللي بيقول يا جماعه في الحديث القدسي. تاني حاجه، لو الدنيا كلها اجتمعت انها هتفيدك بحاجه، هتعمل لك حاجه حلوه، مش هيعرفوا يفيدوك غير بحاجه ربنا كاتب لك انها هتحصل لك. الان ليه من حاجه ربنا كاتبها؟ ربنا عمره ما يكتب لك حاجه مش حلوه. اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك، لو كل الرتب والمليارديرات كله عشان بس يأذيك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا على ان ينفعوك، لك 15 واحد رتبه قرايبك و50 ملياردير وقفوا لك عشان يعينوك في مصلحه حكوميه، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. بيج زيرو، خيالات مئاته. الوحيد اللي في ايده جميع التحكم في جميع ذرات ومقاليد الكون هو ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى لكم التوفيق في الفتره اللي جايه. لو المحتوى عجبك ما تنساش تشيره لاصحابك، ويا ريت تعمل لايك عشان تدعمنا. واي سؤال عندك ممكن تسيبه في الكومنتات، انا ببص على الكومنتات وبقراها ومعاكم جدا، وفي الفتره اللي جايه هبقى معاكم اكتر. ممكن لو عايز تسالني عن حاجه اكتر، ولو عندك مشكله في اي ماده في اي حاجه، الواتساب بتاعي تحت في الديسكربشن، ممكن تتواصل معايا عليه. اشوفكم فيديو جديد. معاكم محمود فكري، السلام عليكم.